أسعد الله مساءكم جميعا. القصيدة بعنوان لا عنوان، هي في السيرة الذاتية بمناسبة إدراك سنة 66 والحمد لله، فقد مضت 65 سنة. أقول سلسلة أقول أنت ولا أقول وخمس مضي 60 عاما سريعا قضي، وما زال في القلب نبض، وما زال في العين لمع البصر، وما زال في الأذن صوت الأذان، وصوت المباني، وصوت يرن. ولله فضل الحياة علي، وفضل العناية، وفضل الهداية، وفضل الورود التي نثرتها فلول يدي، وأخرى مصففة في الكتاب على بحر أنشودة من رحيق، هدايا لمن شاركونا الطريق. وخمس مضي 60 عاما سريعا قضي، وما زلت أمشي كما كان دوما يريد أبي. حذاري بني وألا تكون حمارا فيركبك العاثرون، وألا تكون جدارا تسلقك الطامعون. وكن يا حبيبي أبا ذر، وكن يا حبيبي أبا ذر، وذر هموم الليالي مجون القيام، وذر ضروب النفاق خداع الرفاق، وذر مقالات غدر وأوهام كبر، وذر وأمي شعاع مشى في الزمان يناشد خطوي أن يستقيم وأن يستبين، وأن لا يجاري هواة الحفر. وخمس مضي 60 عاما سريعا قضي، وإني عرفت صنوف الرياح، وإني خبرت الجراح، وإني سكنت العراء، وإني سكنت البطاح، وإني صغيرا تربيت بين كهوف الجبال، ويوما أردت من الجوع أن أستبيح الثمار بسوق الخضار، فنلت كما نال طفل الخفير. ويوم كبرت وصرت أخوض غمار الحياة، وكنت رفضت السبات بليل طويل. وذات ديسمبر تسور دارنا بعض الضيوف، وبعض يداهن بيتا صغيرا ويخلع بابا صغيرا، وبعض توزع بالحي يسد المنافذ
ويحسي الرؤوس، وبعض تجمع حولي، فهذا يفك وهذا يجر وهذا يمد وهذا يعنفني بالكلام. وكان الذي ينبغي أن يكون، وكان الذي لم يكن ليكون، وكان الكيان على حافة الانهيار، وكينونة في مداها نشأت. عرفت صروفي، عرفت ظروفي، عرفت الشبيه، عرفت الرجال، عرفت الرجال، عرفت الرجال. وخمس مضيت، و60 عاما سريعا قضيت، وما زلت أذكر أصل السؤال: أعيش لمن؟ أموت لمن؟ ضحكت لمن؟ وأبكي لمن؟ لماذا أحبب هذا المقال؟ ويسأل ذاك الجواب البسيط: لماذا السؤال؟ وأنت تداوم فتح الكتاب، لماذا السؤال؟ وأنت تتابع مر السحاب. نعم يا أنايا، نعم، أتابع هذا الحوار لدي، وذاك الحوار الذي دار يوما. ويسأل موسى عليه السلام: لماذا القريب وما في القدر؟ لأن الذي لا تراه كثير وتجهل عنه الكثير. يجيب الإمام الخضر عليه السلام، يجيب الإمام الخضر عليه السلام.